متابعي قناة صدى الأخبار 24 أهلا بكم. توصل المكتب المسير لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم برئاسة عبد الله بيروين إلى اتفاق مع المدرب التونسي لسعد الشابي لقيادة كتيبة النسور خلال الفترة القادمة خلفا للإطار الوطني حفيظ عبد الصادق. علمت صدى الأخبار من مصدر مسؤول أن المكتب المسير الحالي للفريق الأخضر اتفق مع الشابي على قيادة الفريق إلى نهاية الموسم الكروي الحالي، مع إمكانية تمديد مقامه في حال حقق نتائج إيجابية. وأوضح المصدر نفسه أن أعضاء المكتب الحالي للرجاء لم يقتنعوا بمستوى الفريق تحت قيادة عبد الصادق ليقرروا الانفصال عنه والتعاقد مع الشابي الذي يقود النسور للمرة الثانية. من أهداف الشابي مع الرجاء الرياضي: احتلال المركز الخامس أو الرابع في البطولة، الوصول إلى نصف نهائي كأس العرش. الشابي يشترط على الرجاء عدم التدخل في قراراته التقنية، وذلك بعد توصله بمعلومات تخص شخصا يشغل منصبا بالإدارة التقنية اعتاد التدخل في قرارات المدربين هذا الموسم. ما رأيك في عودة الشابي للرجاء، وهل كان الاختيار صائبا هذه المرة؟ إلى اللقاء.